عطيتهم حبه حلاوه وقلت لهم ديروا 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه. مثلا غنجيب واحد الاناء بحال هكا وغندير بسم الله ها المعلقه الاولى ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره عامره، ها المعلقه الثانيه ديال حبه حلاوه. الاخوان العرب تيقولوا لها اليانسون ولا حبه حلاوه ياك. المكون الثاني هو الحلبه، ها انتم الحلبه مطحونه، شنو غندير لنا 2 معالق كبار، حتى هي غندير لنا 2 معالق كبار. ونجيبوا ديك حبه الحلاوه اللي درناها بديك الزلافه وغنزيدوا عليها 2 معالق كبار ديال الحلبه. بسم الله الاولى، ها المعلقه الثانيه ديال حبه حلاوه ياك ديال الحلبه، ها المعلقه الثانيه ديال الحلبه. قلت لهم خلطوا كل شيء بحال هكا غيخلطوا كل شيء وغياخذوا واحد المعلقه صغيره بحال هكا، معلقه صغيره عامره بحال هكا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ كي داز حياتكم؟ كلشي بخير على خير الحمد لله. الاخوات اللي بغاو يولدوا واللي متبعين معايا وجاتهم الدوره الشهريه وبغاو ان شاء الله بحول الله يولدوا، غيتبعوا هذيك الوصفه اللي عطيتهم اللي جابت لهم الدوره الشهريه، اللي هي حبه حلاوه والحلبه ومرد الدوش. هذا الخليط هذا اللي هو حبه حلاوه والحلبه ومرد الدوش اللي خلطناهم بحال هكا، وقلت لكم غتبقاو تشربوا معلقه وحده بحال هكا 3 المرات في النهار بالنسبه للدوره الشهريه المنقطعه. ولكن بالنسبه للمراه اللي بغات تحمل غتاخذها بواحد الطريقه مختلفه. فاش كتجيك حبيبه ديالي الدوره الشهريه، اول نهار من الدوره الشهريه كتشربي معلقه في النهار، معلقه وحده في النهار، كتجلسي عليها 3 ايام، كل نهار معلقه، كل نهار معلقه، كل نهار معلقه، 3 ايام. من بعد 3 ايام الثانيه غتاخدي 2 معالق في النهار، 2 معالق صغار هكا عابرين في النهار. عاوتاني 3 ايام اللي موراها غتاخدي 3 المعالق في النهار. ملي توصلي النهار 14 من الدوره الشهريه، منها تكون البويضه خرجت من الحويصله ديالها، كتحسي بواحد الحراره في الجسم ديالك. هذاك النهار 14 من الدوره الشهريه ديالك غتاخدي يا الحبيبه ديالي 4 المرات في النهار. هاد الوصفه 4 معلقات في النهار، كلها قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، وحده ديرها في العصر قبل شي وجبه هكا من العصر خذيها، ولا ما تبغي تنعسي خذيها. المهم 4 مرات في النهار، في النهار 14 من الدوره الشهريه ديالك، الوقت اللي كتحسي راسك سخنتي، والوقت اللي كتحسي راسك بان البويضه خرجت من الحويصله ديالها وانا جاتك واحد الحراره في الجسم ديالك، غتاخديها 4 المرات. فهمتيني؟ ملي كتوجد البويضه ديالك وكتخرج من الحويصله ديالها في نهار 14 تتكوني شويه سخينه، الجسم ديالك يكون سخون، معناته بان البويضه خرجت من الحويصله ديالها. غتاخدي 4 المعالق في النهار، وقبل منها بيومين خاصك تاخدي 4 المعالق، 3 ايام 4 المعالق صافي. النهار 15 غتنزلي، غنبقاو نحيدو الوصفه، غديري 3 المعالق، 16 غديري 2 معالق، 17 غديري معلقه وحده وحبسي، ما تزيديش هاد الوصفه نهائيا، غتحبسيها. مور 17 غتحبسي، ما غتاخديش نهائيا هاد الوصفه، لان حنا الغرض ديالنا بالاستروجين يكون عندك طالع في الجسم ديالك في 14 وينزل شويه في 15، 16 يزيد ينزل شويه، 17 وحيده في النهار صافي وحبسي، ما تبقاش تاخديها، لان خصنا هرمون اخر اللي غيدير لنا تثبيت الحمل الا كان تخصيب البويضه، اللي هو البروجستيرون، اللي فاش كتخصب البويضه خصنا هرمون اخر يطلع، والاستروجين ما بقيناش محتاجينه بزاف في ديك الوقت، يبقى غادي وكينقص الاستروجين. فهمنا؟ صافي غتحبسي هاد الوصفه. هذا ما كان، هذا هو الموضوع ديال اليوم. تنطلب من الله عز وجل باش يفرحكم بالذريه الصالحه ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي تكون قرة عين ليكم ولباباهم والاسره كامله، وكنتمنى لكم صحيحه ولهنا وراحه البال. ما بقى لي نقول لكم خليكم الراحه وبسلامه عليكم.